اللي انعقدت بالعراق ويشوف توجيهاتها كثيرة، ويشوف بعض الناس من يقولون ينطون قطار إسرائيل تضرب بعض الحدائد والصناعات الرواهمية. والله لخلي النار تاكل نص إسرائيل مو هيك؟ قال من زرنا محافظة ديالها وشفنا الأمور اللي ضحت بالمحافظة، وحسب ما يقول المثل ترى ثنتين الطقلة ديالها عافية. قال هسه احنا جيناكم نريد منكم 400 بالمقدم يكونون ويا ربحهم هناك. هسه انتم عددكم 800، انتم جيتوا كلكم وعليه انتم كلكم جماعة صدام حسين. بدير بالكم قبل ما تمشون ترى اللي يزحزح من مكانه يعتبر صدام حسين من زحزح مو هيك؟ عافية. الزموا شواربكم بديكم، ترى هاي الشوارب للعزم وللفاينات. عافية. واحنا قلنا نشوف بعض الناس من يقولون المؤتمر الصحفي اللي انعقد بني الفلان انعقد باي دولة عربية، ترى احنا موجودين. وش ما ندز رفعنا الحزبية خارج العراق ايش ما يغسلون دماغه ترى يرجع بعثي ابن بعثي مو عافية. ما تدور على فلسطين ما لها خمس قنبع لا قال احنا بالنسبة علينا ايش ما يقولون اعدام صدام حسين انا قابل في انفداء للشعب العراقي العظيم. ليش 4 مخبطين يضربونا في فلسطين واحنا ساكتين؟ دخل ينطونا وصارت قاعدة عبرنا نعرف شو نسوي.